لحظة لحظة بس، هاي مو بس وصفة، هاي وصفة مع وعد إنكم ما رح تذوقوا مندي أذكى من هذا المندي اللي رح أحكي لكم إياه بهاي الوصفة. مندي يمني على أصوله، كأنه مطبوخ عندهم بالفرن الحطب ونفس الطعم ويمكن أذكى. ضروري ما تنسوا تعملوا حفظ لهذا الريل حتى تقدروا ترجعوا لها وتجربوها. أول إشي بدنا زعفران، والزعفران أساسي بهاي الوصفة مش اختياري عشان تاخدوا النكهة الصح. يا إما بتستخدموا البودرة الجاهز، يا إما بتستخدموا الشعر اللي زي هيك وبتطحنوه بودرة بهذا الشكل، وبنضيف له صبغة أورنج حتى تعزز لونه، وبابريكا مدخنة حتى تعطينا نكهة التدخين، وفلفل أسود وزيت زيتون. وهاي هي كل مكونات التتبيلة الخرافية. بنخلطها وبنملح الدجاج وبننزلها عليه، بندهن الدجاج كتير منيح فيه وبنوصل التتبيلة لتحت الجلد. وكيف رح نطبخه؟ رح نطبخه بالفرن بصينية يكون فيها شبكة من فوق، وإذا مش متوفر الشبكة بتقدروا تستخدموا نفس الصينية بس تحطوا عليها من فوق طبقتين من القصدير أو 3 وتخزقوهم بالسكينة ورح تعطيكم نفس النتيجة. ولتجهيز الطبقة الأولى من الصينية واللي رح يكون فيها الرز ما بننقعه بس بنغسله بهذا الشكل، وبننزله على كمية من البصل الناعم وكمية من البهارات الحب رح أكتب لكم إياهم بصندوق الوصف. بنضيف كمية ملح مناسبة لهاي المكونات مع كمية من السمنة، بنخلطهم منيح وبنوزعهم بالصينية وبننزل عليهم ماء ساخن. بعد هيك الشبكة والدجاجة، وبنلف الدجاجة بورق زبدة وبنقصدرها وعلى الفرن 1.5 ساعة أو أكتر شوي على حرارة 200، وآخر إشي بتفحموها بشهي. ما تنسوا تتابعوني ولايك وكومنت للفيديو إذا عجبكم.